بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بمناسبة ماتش ريال مدريد امبارح واللي حصل في المباراة ومش عارف إيه، والأجواء بقى على السوشيال ميديا والأهلاوية والزملكاوية ومش عارف إيه، وده يقول له إيه وده يقول له إيه، فكان في موقف كده لطيف حصل معايا النهاردة، فحبيت إن أنا أحكيه لكم يعني. قاعد أنا واتنين أصدقاء ليا، واحد أهلاوي وواحد زملكاوي، فقاعدين لقيتهم الاتنين عمالين نازلين في بعض بقى تقطيع وكلام، وانت مش عارف ايه، والاهلاوي يقول له انت يالا مغلوب مش عارف ايه، والزملكاوي يقول له انتوا اتغلبتوا 4 يابا 4، وده يقول له يالا انت ابو 3. والمهم قصه بقى دايره قصه كبيره بينهم الاتنين، والدنيا بص ولعه بينهم يعني. فالمهم لقيت ايه صاحب الاهلاوي بيقول لي يا عم احمد انت ساكت كده ليه وبتاع، فقلت له اصل يعني الكلام اللي انتوا بتقولوه ده ما ينفعش وما يصحش يعني. فقال لي ليه يا عم ومش عارف ايه، والتاني قال لي ايه انت عايز تقول حاجه، صاحبنا طبعا الزملكاوي، عايز تقول حاجه انت هتقدر تتكلم وانت مغلوب 4 وبتاع. قلت له لا طبعا يا حبيبي ما اقدرش اتكلم خالص اطلاقا يعني اطلاقا. فالمهم فالاهلاوي قام باصص لي باستغراب، قال له والله. قلت له يا عم في ايه يا عم مالك ايه ده يا عم الراجل حقه. فطبعا ده سمع الكلمه، التاني بقى الله اكبر ظهر الحق يا مش عارف ايه، ايوه كده قلت الحق اخيرا. قلت له ماشي يا عم خلاص ظهر الحق يا عم، حقه يا عم. فالتاني طبعا صاحب الأهلاوي قال لي يا عم حقه ازاي يا عم احمد وبتاع. قلت له يا عم اهدى كده بس ووحد الله وصلى على النبي. اما قايل عليه الصلاه والسلام، قلت له دلوقتي الراجل ده انت يعني في الفتره الاخيره ايه اللي حصل؟ قال لي ايه اللي حصل؟ قلت له مش هو اتغلب من اسوان صح يا ابني؟ قام باصص لي كده وايه، لقيت الدموع جريت في عينيه، وقال لي ايه بدات تجري يعني. قال لي حصل. قلت له طيب ايه تاني؟ مش هتعادل مع الداخليه؟ قام باصص لي كده، حصل يا ابني؟ قام قال لي اه حصل. قلت له طب ايه تاني؟ طب مش هتعادل مع الاتحاد؟ الولا برضو ايه فاهم، الدموع بدات ايه تزغزغ كده في عينيه، وقال لي حصل. قلت له طب مش هتغلب من بيراميدز؟ هو بيراميدز بيلعب 10 لعيبه وهو خرج من الكاس؟ الولا قام باصص لي قال لي ايوه. قلت له طب ايه تاني؟ مش اتغلب من فاركو الصيدليه وبتاع واتغلب 3 و3 يعني نتيجه تقيله المفروض من فريق زي صيدليه وبتاع؟ حصل يا ابني. فالولا يبص لي حصل. قمت انا قايل له ايه طب دلوقتي بالنسبه للماتش بتاع الاهلي وريال مدريد نفسه، انت مش شفت الاعلام كله الخارجي كان بيتعامل ازاي مع المباراه، وكان بيتكلم ازاي عن النادي الاهلي، وان النادي الاهلي ده نادي القرن في افريقيا، وان هو نادي كبير ونادي عظيم وعنده جماهيريه وعنده واسم النادي الاهلي بقى ينزل في صحف عالميه كتير، وخصوصا في اسبانيا وفي كل حته في العالم. فالولد يعني برضه ايه لقيته ايه قام صعب عليا كده، وقال لي حصل يا ابني؟ قام قايل لي اه حصل. قلت له طيب مش صاحبك ده الزملكاوي ده كان قاعد في المباراه اللي هي اللي احنا خسرنا فيها 4 دي، وكان قاعد لغايه الوقت الضايع قاعد هيعيط وقاعد مرعوب وخايف ان انت تجيب جون تعادل والدنيا تبوظ بالنسبه له وما يعرفش يحفل عليك ومش عارف ايه؟ حصل يا ابني. اقوم بص لصاحب الزملكاوي حصل يا ابني. لقيت الدموع بصراحه جريت في عينيه بقى جامد، فاهم؟ عارف اللي هي كانت تحس ان كان في سباق. سباق الدموع كده، لقيت كله جري بقى فاهم، كله جري 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 جري. فطبعا الموقف برده مؤثر يا جماعه. فحصل يا ابني؟ قال لي اه حصل. وبصراحه مش عارف. قلت له طب شفت الاهلي اتقال عليه ايه بعد المباراه من حد مثلا زي ديل بوسكي المدرب طبعا العالمي؟ الصحف بره في اسبانيا قالت ايه؟ انشيلوتي نفسه مدرب ريال مدريد قال ايه عن الاهلي، وقال ان الاهلي تعبنا ومش عارف ايه وكلام من ده. والناس كلها كانت متفاجئه باداء النادي الاهلي، وان هي قدرت انها تلعب على النادي الاهلي كوره، وقدر ان هي يبقى في ند بند، وهجمات طبعا ضايعه كتير من النادي الاهلي. ولولا الكوره مثلا بتاعت قفشه الاخيره، بس مش هكلمك بقى على بتاعت طاهر اللي بالدماغ، ولا هكلمك عن القصه بتاعت عبد المنعم اللي في الشوط الاول، ولا بتاعت شريف الاولانيه، ولا الثانيه اللي في الشوط الثاني، ولا بتاعت حسين الشحات اللي في الشوط الثاني. فالمهم الولد برضه ايه يعني فاهم، خلاص بقى الدموع خلاص ما قدرش ان هو يمسكها بصراحه، ما قدرش ان هو يتمالك يعني، وما قال لي اه فعلا ايه حصل. فقمت باصص بقى طبعا لصاحب الاهلاوي وقلت له شفت يا ابني؟ شفت بالله عليك يرضيك ان بعد كل اللي حصل ده، واخر مره مثلا هو كان حفل علينا فيها كان مثلا من حوالي كام شهر مثلا عبال ما يعني 22 مباراه بدون هزيمه؟ فالولد قال لي اه بصراحه يا احمد عندك حق وبتاع. قلت له فعشان كده يا ابني لازم تعذر الناس دي، فلازم يبقى في رأفه يا جماعه معاهم. فالمهم قلت له خلاص بقى يلا قوم بوز دماغ صاحبك كده وطبطب عليه، ده لما يتحفل عليك يعني طبطب عليه، ما ينفعش انت ترد عليه بقى بالعقل والمنطق ومش عارف. ده انا قلت له كمان انت عارف النهارده ان حصل ان الاتحاد كسب اسوان وبقى في المركز الرابع؟ الولد حصل بقى، والولد دموعه فعلا صعب عليا جدا صعب عليا جدا. طب انت عارف ان مثلا لو المقاولين كسب بكره غزل المحله ان فريقك هينزل المركز السادس؟ الولد قال لي خلاص بقى كفايه كفايه كفايه.
فالولد بصراحه اتعصب جدا وصعب علينا جدا، فقلت له قوم بقى يلا يا عم، صاحبك وحبيبك واخوك برضه مهما كان، متربيين مع بعض وبنقعد مع بعض وبنقعد مع بعض اكتر ما بنقعد في بيوتنا يعني وكده. فبصراحه قمت واخد صاحب القهلاوي ده وماسكين الواد ده ومحضنينه وقعدنا نطبطب عليه. بصراحه الولد يعني صعب عليا، لقيته مره واحده قام ناطر ايدينا وبتاع، بس طبيعي يعني، طبيعي انا عن نفسي عذره يعني، لان الناس دي ما ينفعش ان انت تتعامل معاها بطبيعيه، الناس دي ما ينفعش يبقى طبيعي معاك مع كل المواقف اللي انا حكيتها دي. فالولد قام ايه مره واحده قام ناطر ايدينا كده، انا اصلا من ايه اللي خلاني اتكلم معاك وانت اصلا جماهير بيب. فطبعا فطسنا على نفسنا من الضحك ولا سابنا ومشي، وعمالنا نلف عليه وندور عليه لغايه دلوقتي مش عارفين نلاقيه. فمعلش يا جماعه، اي حد يلاقي واحد زملكاوي دلوقتي تايه وعمال بيعيط وعليه اثار كده، اللي هو يعني مثلا اثار ان هو متضايق ومخنوق وقرفان، يا ريت بس يبلغني ويكتب لي في الكومنتات ويقول لي مكانه فين عشان نروح نكمل عليه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.